الأهلي داخل ميركاتو يناير 2026 وهو عارف هو رايح فين. وخليني أقول لك الصورة كاملة من الآخر. أول صفقة الأهلي بيجري وراها بكل قوة هي إبراهيم ديابتي مهاجم جايز السويدي. اللاعب موافق مبدئياً، والراتب اتحدد تقريباً عند 1.1 مليون دولار. يعني الصفقة خلاص قربت تتحسم، ودي الأولوية رقم واحد للجهاز الفني. نيجي بقى للمحليين. أسامة فيصل من البنك الأهلي على رادار النادي وبقوة، وكمان محمود الجزار مدافع البنك، وتوفيق محمد ظهير بتراجت. التلاتة دول أسماء مطروحة داخل لجنة الكورة. في كمان اسم مهم، يحيى زكريا جناح غزل المحلة. الأهلي قدم عرض فيه فلوس زائد لعيبة شباب، بس المحلة طالبين 60 مليون جنيه، وده موقف الصفقة شوية. أما أحمد طارق مدافع زد، فالتقارير بتقول إن الأهلي جمد ملفه مؤقتاً لحد ما يشوف مصير صفقة الجزار. باختصار، الأهلي داخل يناير مركز على مهاجم أجنبي سوبر ومعاه تدعيم